كوكو البنات، صافا كي بقيتو مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم نقدم لكم حلوه التمر المعلكه اللي كتجي هشيشه وزوينه بزاف. كما كتشوفوا عندنا المقادير بسيطه واقتصاديه. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، وعندي كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر ثقيل، وجوج بيضات وفاني والدقيق. هانتوما كما كتشوفوا كناخذ هاد الزبده ديالي كنخليها ما كنديرهاش في الثلاجه، كنخليها بدرجه المطبخ، حراره المطبخ. كنزيد عليها كنقطعها هنايا باش كتسهل عليا انني نمعكها، ولا حكوها في الحكاكه اللي بغيتو. اذا كانت عندكم قاصحه حكوها في الحكاكه. كنزيد عليها هنايا واحد الكاس ديال السكر ثقيل اللي ما حلوش، سبيسيال، لان سبيسيال كيكون محلوش وراكم عارفين التمر حلو. ونزيدوا الحلاوه من الفوق باش كيعطينا المذاق هو هذاك. والبنات اللي ما عندهم سكر ثقيل سبيسيال يديروا 3 ديال المعالق ديال سنيده ماكسيموم. الا كانت كتبغي الحلاوه دير 4. كما كتشوفوا من الاحسن دير 3 ديال المعالق سنيده كبارين. كما كتشوفوا زدت هنايا عندي 2 بيضات وكاس ديال الزيت. كنزيد هنايا الفاني. بالنسبه للفاني درت انا هنايا 2 الفاني، ممكن ديروا نتوما غير وحده. ممكن وقريصه الملحه، درت هنا قريصه الملحه كذلك. المهم كنبقاو البنات نخدموا هاد العجين كي بحال شكل بوماد، كنخدموها مزيان حتى تجينا واحد الشكل ديال البوماد. كناخذ هنا الدقيق ديالي وكنغربلو كما كتشوفوا معايا، لان ضروري خصو يكون مغربل باش كينسجم معنا مزيان، ما كيبقاش يتكور لينا ويديروا لنا حبيبات. العجينه البنات اللي دخلت فيها تقولوا لي شحال دخلت. المهم انا صراحه ما عارفه شحال دخلت، لان درت عيني ميزاني صافي. مي حسيت بانها بدات كتكور معايا هكا العجينه، وما خصهاش تكون عاوتاني قاصحه، سميتو قاصحه بزاف، وما خصهاش تكون عاوتاني الزبده كتحسي الزبده مازال فيها، تكون ما بين وبين. المهم تكون كتقبطي كويوره تكوريها تكور لك. المهم البنات خديت هنايا المعيار ديال 15 غرام. بغيتو يجيكم على حسب المول ديالكم، بغيتو ديروا قل ديروا قل. شوفوا نجربوا بعدا وانتم جربوا المول ديالكم وهو يعطيكم الخبر. بالنسبه للبنات العجينه ديال التمر درت هنا فيها واحد المعلقه ديال الزبده. خديت نص كيلو ديال التمر، درت فيه معلقه ديال الزبده وواحد 2 معالق ديال الزهر وصافي. هادشي اللي درت، ما درت لا سكر، ما ديروا لا سكر لا حتى حاجه. ودرت واحد المعلقه ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال القرفه. البنات هنايا درت 10 غرام ديال العجين ديال التمر. وكما قلت لكم كيبقاو على حسب المول ديالكم. لا كان المول ديالكم صغير نقصوا، لا كان تنقصوا في العجينه وتنقصوا في التمر كذلك. المهم اول حاجه باش تجينا الخدمه مساويه، كناخذ داك التمر كنكورو كامل، وكناخذ العجينه وكنكورها عاوتاني بنفس المعيار، بنفس المقدار نتاع هنايا. العجينه 15 غرام والعجينه ديال التمر 10 غرام، باش كتجيني ساهله. كما كتشوفوا كنحشي داك العجينه بداك التمر، وانا هذا هو المول ديالي اللي كنستعملها، حيت راه فيه بزاف ديال الشكيلات، ولكن انا اختاريت هذا الشكل الطويول. كندير هنايا واحد شويه ديال الدقيق او سكر كلاصي سبيسيال اللي بغيتو ديروه، تترشوا به باش منين كتحيدوا العجينه في المول كتجيكم ساهله. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هكا، كيجي بحال شكل باطو. بغيتو ما عندكمش البنات المول ممكن ديروها على شكل كبغزاله، حتى هي كتجي ساهله وزوينه، ولا غير تجمعوها بحال هذا الشكل هذا وديروها بالقراص، تقرصوا لها الجنيبات صافي كتجي حتى هي زوينه. اللي بغيتو ديروها المهم هاد الشكل ديال التمر
باش ما بغيتو شكلوه. كما كتشوفوا معايا كنبقى نستمر انا هكا بهذه الطريقه هذه. كيجي ساهل البنات وكيجي كيدوب في الفم واعر، غير ما تعمروش هذيك العجينه ديالكم بالدقيق بزاف، ما تجيش قاصحه بزاف، تجي هي هذيك. كما كتشوفوا معايا نستمر انا بهذه الطريقه هذه ونعمر الطبيصه ديالي ونطيبها على نار مهيله. وكما تشوفوا منين كتخرج، والاساس انكم ما تحمروهاش البنات، ما تحمروهاش بزاف، غير واحد شي شويه من التحت وغير تشم العافيه من الفوق. هذه هي الحلوه ديال التمر اللي كتجي هشيشه. ها نتوما كما كتشوفوا فنتها ملي خرجات خليتها شويه تبرد وفنتها في السكر كلاصي باش داك السكر كلاصي ما يذوبليش. المهم كما كتجي شوفوا البنات كيفاش التعليكه وكتجي رطبه 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 كتذوب في الفم. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، تشجعونا باللايك وتبارطاجيو عافاكم لا فيديو، وشكرا على المتابعه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه واحده اخرى اللي تكون اكيده مجربه، وشكرا على المتابعه.